السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، جه شهر رمضان لعام 2021 واتعرضت المسلسلات واتفرجت على الحلقه الاولى من كل مسلسل، فاتبسطت قوي وحبيت اشارككم من انبساطي في كام مسلسل كده. وطبعا مش هينفع نتكلم عن مسلسلات شهر رمضان من غير ما نتكلم عن ابنه البكر، وهو الاستاذ محمد بن الشهر الكريم، وهو النجم الكرييتيف ذو المسلسلات الكرييتيف والقصص الكرييتيف والمعالجات الكرييتيف والتمثيل الكرييتيف. مبدئيا كده انا عندي تعليق بسيط، وهو تضامنا مع محمد رمضان المره دي. يعني احنا متعودين ان كل سنه استاذ محمد رمضان بيطلع معاه في المسلسل بتاعه واحده بتكون نجمه الموسم، والنجمه دي بتحبه وهتموت عليه، واحنا بقى نفضل نقول ليه يا ياسمين تعملي في نفسك كده، ليه يا دره تعملي في نفسك كده، ليه يا حلا تعملي في نفسك كده، ليه يا نور تعملي في نفسك كده. ولكن انا السنه دي لما شفت الاستاذه سمية الخشاب طالعه بطوله مع الفنان محمد رمضان، فقلت ليه يا محمد يا حبيبي تعمل في نفسك كده، ولا هو عشان المسلسل زمنه قديم يعني فجايب معاك الاستاذه سمية. والحمد لله استاذ محمد رمضان اداؤه بيتطور سنه بعد سنه. الاول كان بينتقم لنفسه في ابن حلال، وبعد كده لاخوه في الاسطوره، وبعد كده بينتقم لابوه في نصر الصعيد، وبعد كده بينتقم لعيلته كامله في البرنس. دلوقتي الحمد لله وبفضل الله استاذ محمد رمضان بينتقم لبلد كامله من الانجليز. انا خايف في اخر المسلسل محمد رمضان هو اللي يطلع الانجليز بره مصر، فيعني مجهود يشكر عليه. وفي حاجه عايز اقولها كده، الا وهي ان انا فعلا بحب محمد رمضان لما يمثل صعيدي. صحيح هو وكل ممثلين رمضان محتاجين كورس صعيدي عشان يعرفوا يمثلوا، بس محمد رمضان في الصعيدي بيبقى مقنع شويه عن الاعمال اللي قبل كده. في بقى مشهد كده لما استاذ رياض الخولي اللي هو شيخ البلد بيقول لحميد اخوه انه هيجوزه نجاة اللي هي الزميله طارق عماد، زميله في الحياه يعني، وبيقول له دي بنت حلوه وزي القمر واخلاقها مفيش زيها، وهي في نفس الوقت اللي بيقولوا فيه الجمله دي قاعده من ورا اهلها مع شاب غريب في المعبد اللي هو محمد رمضان، غريب عنها مش عننا لان محمد رمضان ابن البلد دي، وهو رايح لها المعبد بحصان حميد اللي مقلبه منه. فتقريبا كده تحس ان الديت ده اصلا معمول على قفاه. وقصه المسلسل ده في رايي احسن من قصص مسلسلات محمد رمضان القديمه. الفتره اللي بتدور فيها احداث المسلسل هي فتره تقريبا ما حدش اتكلم عنها كتير قبل كده، فدي حاجه حلوه. ده غير الممثلين التقال الكتير اللي في المسلسل اللي قلبي حاسس كده والله اعلم انهم هياخدوا مساحتهم في المسلسل. في بقى مسلسل اسمه كله بالحب، وكله بالحب ده اسم المسلسل وصفه في نفس الوقت لانه كله بالحب فعلا. ومن امبارح السوشيال ميديا كلها عماله بتتكلم عن اسم استاذه زينات المكتوب 4 مرات على التتر، جمع زينه. كانت 4 مرات ليه؟ استغاثه مثلا؟ بتوصلي رساله لشخص معين؟ وطبعا بما ان اغلبنا عارف مشاكل ونفسيات هذا الوسط، فاستاذه زينه عايزه تبين للناس كلها انها ال4 زينات، زينه النساء وزينه الممثلات وزينه هركليز وزينه رمضان. ومش كده وبس، لا ده اسامي الممثلين المشاركين في المسلسل محطوطه على التتر من غير صورهم، حاطين لقطات للاستاذه زينه برضه. فانا يعني بقترح ان المسلسل ده يبقى اسمه جمهوريه زينه عشان نخلص وخلاص بقى. ده غير طبعا قصه الحب المريبه بين استاذ احمد السعداني وطنط صابرين. جرايه مدام صابرين، ده انت كنت ممثله نفس القصه مع ابوه استاذ صلاح السعداني في مسلسل المكتوب على الجبين من 36 سنه. وحقيقي مشهد يوم الفرح ده صعب قوي، يعني انا الوهله كده حسيت ان صابرين مره واحده هتقلع الماسك وتطلع هي رامز جلال. والله كان هيبقى مقلب مقنع قوي احسن من اللي بيحصل دلوقتي. اما بالنسبه لمسلسل دير لراجل فانا ما بحبش التكرار، وتقدروا توفروا على نفسكم وتتفرجوا على ريفيو مسلسل رحيم، يعني مش تفرق كتير. هو انا صحيح ما عملتش ريفيو لمسلسل رحيم، بس برضه استاذ ياسر جلال ما عملش مسلسل جديد. اما بقى بالنسبه لمسلسل النمر للاستاذ محمد عادل امام فانا مش هكلمك عشان ابوك، انا تعبت. وبالمناسبه يا جماعه انا بحب عادل امام جدا ومفتقد وجوده في رمضان السنه دي. في مسلسل اسمه فارس بلا جواز، المسلسل حرفيا بياخدك بالزمن لورا، مش عشان المسلسل زمنه قديم، لا عشان المسلسل افاته مطربه، كوميديا عفى عليها الزمن. حتى المزيكا بتاعت المسلسل تحس فيها جزء كده متاخد من المزيكا الفري كوبيرايت اللي على اليوتيوب. في مسلسل اسمه لعبه نيوتن لمنى زكي وتايسون، المسلسل حلو ومبشر ومنى زكي عامله دورها مظبوط، فانا بقى مش هتكلم عنه عشان ما نبرش فيبوظ. وفي برضه مسلسل استاذ يحيى الفخراني، هو لسه ملامحه مش باينه بس عاجبني، والقاهره كابو المبشر جدا. ومسلسل قصر النيل هنحكم عليه لسه كمان شويه بس صورته حلوه وموده حلو. بس هي ليه الاستاذه ريهام عبد الغفور بتتكلم جد قوي كده هي والاستاذه مرات احمد خالد صالح؟ ما خلاص بقى يا استاذه ريهام، ده حضرتك استاذه انوشكا في نفسك جدا. ومسلسل لحم غزال اتكلمنا عنه في فيديو زي ده تقدروا تشوفوه. ولكن برضه ما نقدرش ننسى الاستاذه مش عارف اسمها ايه برضه، بس مش مهم اسمك يعيش على قد ما الشخصيه تعيش، وهي يعني عامله دور ملحمي. فانا لتاني مره احب احييها، ولازم كلنا نحييها. ونحيي عمر رزيق برضه، شكله عامل دور لطيف في المسلسل ده وفي مسلسل ملوك الجدعنه، بس ده هنحييه بجد وهي هنحييها يوم الاحد. انا احب اشجع الشباب الصاعد. نروح بقى للمسلسل اللي هيبقى ترند التيك توك، مسلسل اللي مالوش كبير. انا بحب ياسمين عبد العزيز جدا ومتهيألي مفيش حد ما بيحبهاش، بس هو دورها في المسلسل دور واحده ثريه وغنيه وشيك،
وده دور ياسمين عملته 100 مره بمنتهى السهوله. بس التمثيل في المسلسل ده فيه حاجه غلط. الكاركتر ده كاركتر واحده شغاله في مذبح ومره واحده ورثت من ابوها المزرعه بتاعته وبعدين ليه تعمل شوبينج بمليون جنيه؟ خليتي ايه للاستاذه مي عمر. اما بالنسبه لشريكها في المسلسل ففي اعتقاد قديم كده ان الشخص البلطجي او الشخص الخطر هو شخص بيشرب سجاير، لا وبيولعها بالولاعه كمان. بس حد يقول لهم او انا بقول لهم انه مشهد كليشيه قوي. الدنيا اتطورت والعلم لم يعد حكرا على احد. هو العيال دلوقتي بيعملوا ده وهم في ثالثه اعدادي عادي. اهم مشهد بقى في المسلسل فعلا هو مشهد الماستر سين لما وقفوا يتخانقوا سوا قصاد بعض. يعني احمد العوضي خطف واحد من الكلاب اللي كانت سهرانه فيه الاستاذه او المعلمه وحطه في شنطه العربيه عادي قدام الناس كده، وواقف يتخانق معاه عشان راكنه قدام عربيته ومش راضيه تطلعه هو والجثه اللي معاه. مع العلم ان الاستاذه ياسمين كانت موجوده في النايت من قبل ما احمد العوضي يجي اصلا. بس عادي يعني احمد العوضي شبح وممكن يكون ركن بالباراشوت. ووقفوا يتخانقوا وقام كسر فانوس عربيتها، فراحت جابت تسجيلات كاميرات المراقبه وسلمتها للشرطه، فراح سياده العميد جاب احمد العوضي. طب يا جماعه هي الكاميرات ما بينتش ان كان في واحد مخطوف في شنطه العربيه؟ يا جماعه والله انتوا اتعلمتوا كتابه السيناريو فين يا جماعه؟ مش كده. بس عادي يعني العربيه بتاعتنا والجثه مش بتاعتنا. طبعا واحد هيقول لي ايه علاقه الافيه ده بالمشهد واني بقول اي كلام؟ فده حقيقي فعلا انا بقول اي كلام. لكن هو انا بقول كده ليه؟ مش عشان بقلد استاذ احمد العوضي وبقول اي كلام زيه. مؤلف المسلسل تقريبا فاكر ان اي كلمتين يتحطوا جنب بعض ويتكرروا كذا مره يبقى عمل لازمه قويه، زي اتكل على الله يا عم، اتكلي على الله يا ست، على الله حكايتك، اي كلام. فمثلا يعني لو العوضي قال اتكل على الله يا عم وبعد كده اتلخبط وقال ممكن اعيد معلش، فممكن المخرج يتلخبط اصلا ويعمل لازمه جديده. اتكل على الله يا عم ممكن اعيد معلش، اتكل على الله يا عم ممكن اعيد معلش، وهي بقت لازمه اهي. هو ماشي كده ليه؟ في بقى مسلسل اسمه ملوك الجدعنه، والمسلسل ده خذلني للاسف. خذلني لان كنت فاكر ان المسلسل وحش، ولكن الصراحه المسلسل طلع فوق توقعاتي بشويه. على الاقل في فرق ملحوظ بين جمل الشبيحه اللي فيه وجمل الاستاذ احمد العوضي اللي هو نفسه مش عارف هو بيقول ايه طول المسلسل. اتكل على الله يا عم ممكن اعيد معلش. صحيح هم تقريبا بيضربوا عليهم نار بمسدسات خرز طول المسلسل لان مش منطقي ضرب النار اللي ما بيموتش ده، ولكن المسلسل خلانا نكتشف كذا حاجه. اولها ان الاستاذه دلال عبد العزيز عندها القدره انها تمثل اي دور شعبي من غير ما تبان انها شخص ارستقراطي، وان في وجوه شابه طالعين فيهم الامل زي ليلى حسين مثلا. وحاجه مهمه جدا، انا اكتشفت ان الاستاذه رانيا يوسف ما بتعرفش تمثل حقيقي يعني. طبعا انا عارف ان دي حاجه ممكن ما تفرقش مع الجمهور لانهم اصلا ما بيبصوش على تمثيل الاستاذه، بس انا بتكلم في اللي يخصني. اتكل على الله يا عم ممكن اعيد معلش. نروح بقى لمسلسل ناجح جدا لدرجه ان انا نفسي مش عارف اسمه. تخيل انك تنتج مسلسل وعايزه ينجح وانت اصلا بادئه بريهام حجاج واحمد فهمي. المسلسل ده المفروض يكون مدفع رمضان يفطروا بيه الناس. الفلوس اللي اتصرفت دي كلها كانت ممكن تتصرف على الجرافيكس والفي اف اكس. والله نجيب ممثله بتعرف تمثل بجد ونغير وشها بالجرافيك فتبقى ريهام، نعملها ديب فيك يعني. وكان نفسي والله اكلمكم عن باقي تفاصيل المسلسل ولكني كسرت شاشه التلفزيون اول ما ظهر استاذ شرنوبي. اتكل على الله يا عم ممكن اعيد معلش. اخر متسابق معانا قصدي اخر مسلسل معانا هو مسلسل الجزيره الجزء الثالث، قصدي مسلسل نسل الاغراب لامير كرارة واحمد السقا. بدايه بس نحب نوجه الشكر للجندي المجهول في المسلسل وهو الاستاذ طه عبد الوهاب كوافير احمد السقا، وبنقول له مجهودك باين يا صاحبي. واحسن حاجه في المسلسل ده ان الاستاذ امير كرارة دايما بيثبت لنا انه شخص قادر على التنوع في اعماله، بيعرف يعمل كل حاجه، يعني بيعرف يعمل بلطجي وبيعرف يعمل ظابط وبيعرف يعمل حرامي وبيعرف يعمل ظابط وبيعرف يعمل نصاب وبيعرف يعمل ظابط، والحمد لله المره دي قدر يعمل لنا دور جديد جدا وهو الشخص قتال القتله. اتكل على الله يا عم ممكن اعيد معلش. بس احنا ما ينفعش نحكم على المسلسل من اول حلقه، يعني دلوقتي وانا بصور الناس كلها عندي على الفيسبوك بتتكلم على المشهد بتاع احمد السقا وبتاع امير كرارة اللي بيواجهوا فيه بعض وان قد ايه تمثيلهم مميز، وانا الصراحه بيني وبينكم كده بحب تمثيل احمد السقا وبحب حضور امير كرارة، فهنتفرج بقى باقي رمضان ونعرف. ولكن برضه نخلينا في اللي بنعمله. في مشهد كده بيدل على عظمه كتابه السيناريو في مصر رايحه بينا على فين، وقد ايه ان احنا عندنا كتاب كوميديا شاطرين. لما دياب بيحكي للظابط صاحبه عليه غفران ما اتحبسش زي عساف مع ان هما الاثنين قتلوا وذبحوا، فبيقول له علشان غفران حويط وما بيخليش حد يمسك عليه غلطه ولا حد يشوفه وهو بيعمل حاجه غلط. في المشهد اللي بعده على طول غفران نازل من العربيه وهو ورجالته وبيمارسوا هوايتهم المفضله لعب البخت بالبندقيه، وبيروح غفران عشان يقتل جوز خالته، فخالته بتترجاني يسيبه يعيش، فبيقول لها خلاص يا طنط انا كبرتك ومش هقتله المره دي، فقالت له حبيب قلب اخوك يا اسطى. اتكل على الله يا عم ممكن اعيد معلش. مشهد السقا وخروجه من السجن ورجوعه للبلد اتعمل قبل كده في الجزيره 2 فمش هنتكلم عنه. نزلت استاذه مي عمر من على السلم في اول ظهور ليها في قصرها حسستني انها بتعمل بروفه افتتاح المتحف المصري الكبير. وكان عندي سؤال كده، هي استاذه مي عمر في كل مره بتنزل فيها من على السلم بتمشي نفس المشيه وبتنزل سلو موشن برضه؟ وطبعا احنا بنحيي ابناء عائله زاهر ميديا برودكشن اللي كانوا سبب كبير في احياء صناعه الدراما المصريه. هو والله كان في حاجات كتير كنت كاتبها كان نفسي اتكلم عنها، عن حاجات عجبتني فهشوفها وحاجات عجبتني فهتكلم عليها، ولكن التايم بتاع الاستوديو خلص للاسف. ينفع ازود نص؟ ينفعش. اتكل على الله يا عم ممكن اعيد معلش. سلام.